بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة صينية كيك سهلة واقتصادية، لزوم السقسقة كده وقت العصرية. كمان لو مش حابة تفطري الصبح تقدري تطلعي قطعتين مع كوباية شاي، ولو مش حابة تتعشي كمان. كل الجمال ده هنعمله بكوباية لبن، وكمان كوباية لبن مش طازة، قطعت مني وما بقتش عارفة اعمل بيها ايه. عملنا بيها صينية الكيك الجميلة دي. لما تدوقيها وتدوقي الطعم التحفة بتاعها هتستني اللبن يقطع منك علشان خاطر تعملي الكيك. هنيجي في بول على جنب، والكلام ده كله هنعمله في الخلاط، مش هنعمل اي حاجة متعبة. في بول على جنب هنحط 3 كوبايات الا ربع، بالكوبايه اللي انا معايره بيها اللبن دي 3 كوبايات الا ربع. نخلتهم كويس وحطيت عليهم واحده من بيكنج باودر كيك شيف. تمام. هو البيكنج باودر ده جميل جدا وفيه ماده رافعه وممتاز. من وقت ما استخدمته ما استخدمتش حاجه تاني. في الخلاط بقى هنحط كوبايتين الا ربع من السكر، او كوبايه ونص من السكر. لو انت بتحبيه اقل في السكر ممكن تقللي عن كده كمان، تخليها كوبايه وربع بس. وهنحط عليهم كوبايه اللبن اللي اتفقنا عليها اللي قطعت دي، وكمان هنحط عليهم صفار 4 بيضات. ده كده في الخلاط. هضيف عليهم واحدتين فانيليا في الخلاط، وواحده كمان في البولة اللي احنا حاطينها على جنب دي، اللي بنحط عليها بنفصل البياض عن الصفار. هنحط على بياض البيض ورقة فانيليا، وعلى المقادير اللي في الخلاط ورقتين. هحط على بياض البيض كمان رشة من الملح بين صوابعي كده. وخلاص دي كلها المقادير بتاعت الكيك. طبعا في الوقت ده انا مشغله الفرن على 180، ومبطنه الصاج الوسطاني اللي هي المجموعه بتاعت السجان العاديه بتاعت الكيك. مبطنه الصاج الوسطاني بدقيق ومعلقه من الزيت. هفضل اضرب في الخليط ده في الخلاط لحد اما لونه يفتح ويبيض. وبياض البيض كمان هنضربه لحد اما يعمل معانا مرنج. ليه احنا بنعمل كده؟ عشان نتلافى حتة ان احنا نقلب الدقيق بالراحة ويبقى فيه تكتلات في الدقيق لسه ما تقلبتش. لان طول ما انت بتقلبي بالراحة وبرفق فانت بتبقى قلقانة وخايفة، لان الهواء لو خرج من الخليط اللي انت عاملاه الكيك بيهبط معاكي. فاحنا بننقل بقى الهواء ده على جنب خالص مع البياض بتاع البيض. وهتشوفي دلوقتي ازاي هنتعامل مع الخليط اللي في الخلاط والدقيق لحد ما نتخلص من كل الدقيق وما يبقاش فيه اي تكتلات. بس اللي مشتركتش في القناة تنزل تشترك في القناة، تحط لايك وتدعم زر الجرس عشان بإذن الله يوصلها كل جديد. بصي بقى واحنا بنضرب كده هنحط حوالي ربع كوباية كبيرة من الزيت، نص كوباية من الزيت، مش ربع كوباية، نص كوباية من الزيت. تمام. الخليط افتح معايا كده وبيض خالص. هنبدأ بقى نضيفه على الدقيق ونقلب براحتنا خالص. مش هبقى قلقانة ولا خايفة ولا اي حاجة. هقلب بقى زي ما انت شايفة كده براحتي خالص لحد ما الاقي كل الدقيق امتزج مع بعضه وما بقاش فيه تكتلات من الدقيق خالص. هنا حطيت الكمية كلها اهي، وهنقلب لحد دلوقتي. انا لسه ما حطيتش المرنج بتاع بياض البيض، فعلشان كده انا بقلب براحتي ومش قلقانة من ان الكيك يهبط معايا. شايفة مفيش اي تكتلات. هنحط بقى المرنج بتاعنا اللي هو بتاع بياض البيض اللي احنا ضاربينه على جنب، وهنا بقى هنبدأ ان احنا نخلطه داخل الخليط ده بالراحة من تحت لفوق زي ما انت شايفة كده. انا هنا مسرعة الفيديو. خدت بقى على جنب كده حوالي كوباية من الخليط دوت، كوباية صغيرة، وباقي الخليط هنوزعه في الصينية اللي احنا مبطنينها بالدقيق. هضيف على الكوباية اللي احنا ركناها على جنب معلقة كبيرة من الكاكاو. هنخلها كويس وهقلبها.
زي ما انت شايفه كده، ما بسيبش اي حاجه في الخلاط. هنقلب بقى الكاكاو مع الخليط بتاع الكيك كويس لحد ما يمتزجوا مع بعض. حطيت جزء من الخليط الابيض وهبدأ احط عليه خيوط من الكاكاو. بصي بقى بالشكل ده كده، علشان بس تبقى الكيك بتاعتي شبه رخامية. هرجع احط باقي الخليط الابيض بالمنظر ده، وبعدين نحط باقي الكاكاو في النص، وخلاص كده هروح مدخلها الفرن على 180 نص ساعة، وهتبقى زي الفل. شايفة كده احنا نزلنا الباقي في النص، وهنبدأ بقى بأي خلة أو حاجة رفيعة، وهنبدأ نعمل بس خطوط كده في الخليط بتاعي اهو، زي ما انت شايفة كده، رايح جاي كده بالسكين، نديها الشكل الحلو اللي من بره ده، وكمان الخليط من جوه يدي الشكل الرخامي للكيك. بس تبقى بالمنظر ده، وعلى طول هندخلها الفرن نص ساعة وهتبقى استوت. هتختبريها ازاي؟ هتحطي السكينة في النص لحد القلب تحت خالص، اول ما تطلع معاكي نضيفة كده الكيك بتاعك استوى. وبس خلاص، دي كانت الوصفة بتاعت النهاردة. لو عجبتك ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات، بإذن الله يوصلك كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.